ليه المخ ممكن يحطك في دوامة ماذا لو؟ ليه دماغك بيفتح ألف سيناريو؟ عمرك كنت قاعد عادي وفجأة دماغك تقول هو ماذا لو حصل كذا؟ إيه اللي هيحصل لو فشلت؟ ماذا لو اتفضحت؟ ماذا لو المرض طلع خطير؟ إيه اللي هيحصل لو خسرت كل حاجة؟ وتلاقي السيناريو بيجر السيناريو والخوف يكبر والصدر يضيق، مع إن مفيش حاجة حصلت أصلا، بس دماغك شغالة كأن الخطر واقف على الباب. السؤال بقى ليه المخ بيحطك في دوامة ماذا لو، وليه التفكير في المستقبل ممكن يتحول لتعذيب. خلينا نفهم، لأن ده مش مجرد تفكير، دي آلية بقاء. أول حاجة لازم تعرفها، المخ مصمم علشان يتوقع. التوقع بالنسبة للمخ يعني أمان، يعني من زمان اللي يتوقع الخطر قبل ما يجي هو اللي كان بيعيش. عشان كده المخ عنده نظام اسمه threat prediction، أو توقع التهديد. ده شغل مخك الأساسي حتى لو أنت مش واخد بالك. المشكلة بقى إن النظام ده ساعات بيشتغل زيادة، خصوصا مع التوتر وقلة النوم والضغط، أو تجربة صادمة قديمة. ساعتها المخ بيبقى عامل زي رادار حساس، بيلقط أي احتمال صغير ويكبره. في علم النفس فيه مفهوم اسمه عدم تحمل الغموض. في ناس مخها بيتعذب من مش عارف، فبدل ما يقبل الغموض يبدأ يخلق سيناريوهات موازية، حتى لو كلها سيئة. ليه؟ لأن السيناريو السيء أهون على المخ من الفراغ. المخ يفضل يعرف أسوأ احتمال على إنه يفضل مش عارف، وهنا بيحصل الفخ. كل ما تعمل سيناريو تحس إنك بتحمي نفسك، بس الحقيقة إنك بتغرق أكتر، لأن ماذا لو دي بتشغل نفس مناطق الخطر في الجسم كأن الخطر حقيقي. يعني الجسم بيفرز يعني الجسم بيفرز أدرينالين وكورتيزول وتوتر، فالتفكير بيبقى مش مجرد كلام، بيبقى حالة جسدية. الأغرب بقى إن ماذا لو دي بتديك وهم السيطرة، كأنك لو فكرت بما فيه الكفاية هتقدر تمنع أي مصيبة. لكن الحقيقة في أغلب الحالات التفكير مش بيمنع الخطر، ده بيطوله جواك. طيب نعمل إيه؟ الحل مش إنك تمنع التفكير، الحل إنك تغير السؤال. بدل ماذا لو حصل الأسوأ اسأل ماذا لو ده مجرد احتمال، أو هو إيه الدليل أصلا عليه. لأن القلق بيشتغل بالاحتمالات، لكن العقل بيشتغل بالأدلة. حركة بسيطة مهمة، اكتب السيناريو السيء، وبعدين اكتب تحته إيه أقرب احتمال واقعي، وإيه خطوة واحدة أعملها دلوقتي. المخ يهدى لما يحس إن في فعل. السؤال الأخير اللي يفضل معاك، هل ماذا لو دي بتحميك ولا بتحطك في جحيم قبل ما يحصل أي حاجة؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ونشوفك الحلقة الجاية.